السلام عليكم. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في مطبخ الحادقات. اليوم ان شاء الله غنصور معكم البصاره ديال هذا البريد. هذا وصفه شتويه بامتياز وكتجي لذيذه وصحيه. بسم الله على بركه الله. عندي زلافه ديال الفول اللي جبتو نقيتو وغسلتو مزيان. الفول من الاحسن يكون صغيور على هذا الشكل، كيطيب دغيا وكيجي لذيذ. غندير معاه واحد الزلافه ديال جلبانه اللي كتكون يابسه، حتى هي نقيتها وغسلتهم مزيان تقريبا واحد 5 حتى 6 المرات. كنفركهم بيدي مزيان حتى ما كتبقاش ديك الرغوه فيهم. كندير معاهم واحد الكركوبه كبيره ديال الثومه والماء. انا غنطيب هاد البصاره هذه في الكوكوط. بغيتو طيبوها غير في طنجره عاديه كديروها في في الطنجره. كندير الفول، كنزيد عليه جلبانه. بغيتو تغلبوا الفول على جلبانه كتغلبوه، بغيتو تغلبوا جلبانه على الفول كتغلبوها. المهم انا راه درت الكميه ديالهم متساويه بيناتهم بجوج. كندير واحد تقريبا واحد 8 الفصوص ديال الثومه. وهاد الثومه اللي بقات عندي ما غنستعملهاش دابا، نتوما تتبعوا معايا الطريقه. هاد البصاره هذه راه صراحه صحيه ولذيذه وكتسخن في هاد البرد هذا. كنغطي عليهم بالماء تقريبا واحد لتر ونصف ديال الماء. هذا القياس هذا انتم شفتوا. المهم كتعمروا عليهم بالماء لان الفول كيشرب الماء وما كيطيبش، ما كياخذش وقت طويل في الطياب، تقريبا غير واحد 10 ديال الدقائق راه كيكون طيبين. كنضيف القياس ديال الملح وكنسد عليهم الكوكوط. كنديرهم على نار تكون معتدله تقريبا كيف واحد 10 ديال الدقائق كيف ما قلت لكم. كنخليهم حتى كيطيبوا. من بعد ما دازت عندي 10 ديال الدقائق هانتوما شفتوا كيفاش كتولي جلبانه والفول كيجيو عاقدين. بغيتو تخليوهم عاقدين على داك الشكل على هذا الشكل كتخليوهم. انا بالنسبه ليا هاد البصاره كنوجدها في العشاء في الليل، داكشي علاش كنديرها شويه مطلوقه. كنزيد الماء تقريبا واحد اللتر ديال الماء لانها كتكون قاصحه بزاف. نجي نزيد عليها الماء باش تجينا مطلوقه، وكناخذ الميكسور كنطحنها مزيان باش ما كتبقاش عندنا داك الفول فيه دوك الحبيبات. ولا كتاخذوا غير واحد المعلقه ديال العود وكتبقاو كتمعكوا فيها. خديت واحد الزلافه درت فيها تقريبا واحد شويه ديال الماء، وكندير واحد شويه ديال القزبر يابس. هاد القزبر هذا راه مزيان كيجيبها صراحه لذيذه ومزيان حتى الغازات اللي كاينين في الجلبانه في عفوا في الفول. كندير واحد المعلقه كبيره تكون عامره نيت ديال الكمون، لان السر ديال البصاره باش تجيكم لذيذه هو الكمون والثومه والزيت البلديه. كندير القياس ديال السودانيه، انا درت غير شويه لان السودانيه عندي حاره بزاف. كنخلطو مزيان هاد التوابل اللي درت بواحد المعلقه باش ما كيبقاوش عندنا فيهم دوك الكويرات. عاد كنضيفوهم على هاد البصاره هذه. كنشعلوا عليها البوطه وكنديروا تقريبا واحد نصف كاس ديال الزيت البلديه. يعني الزيت البلديه قد ما كثرتوا قد ما كتجيكم لذيذه. وكنبداو كنحركوا بواحد المعلقه اولا بواحد المغرفه ديال العود بهذا الشكل هذا. هاد الطريقه هذه ملي كديروا الكمون حتى الاخير راه كيبقى الجهد ديالو باين وكتجيكم لذيذه. المهم كتبقاو تحركوا مزيان حتى كتغلى عندكم. كنخليوها على جنب فوق البوطه شاعله عليها، وكندوز كناخذ تقريبا واحد 4 الفصوص اخرين ديال الثومه اللي بقاو عليا من الاول. كنحكم بواحد الحكاكه رقيقه على هذا الشكل. هاد الثومه هذه ملي كتضيفوها حتى الاخر راه كيبقى المذاق ديالها وكتبقى الجهد ديال الثومه باين في هاد البصاره. وصراحه كتجي لذيذه بهاد الطريقه هذه، غير جربوها. انا ما كنتش كنديرها صراحه، كنت كندير الثومه كلها في مره واحده، ولكن ملي جربت هاد الطريقه عجباتني. كيف ما شفتوا حكيت 4 ديال الريوس ديال الثومه، وغنزيد عليهم واحد شويه ديال الزيت تقريبا واحد 4 المعالق ديال الزيت البلديه. وكنديرهم فوق البوطه كنشحرهم غير واحد شويه واحد 4 ديال الدقائق، ما نفوتوهاش، ما نخليوش الثومه حتى تحرق، غير كتدبال وكتخرج داك الجهد ديالها كتولي رطبه. هانتوما شفتوا بهذا الشكل هذا. كيف ما قلت لكم ما تجهدوش عليها البوطه وما تخليوهاش تتحرق.
الوقت اللي كتغلى عندنا هاد البصاره هادي وكتطبخ مزيان، يعني الوقت اللي كنبغيو نقدموها عاد كنضيفوا ليها هاد الثومه هادي اللي مخلطه مع الزيت البلديه وكنحركو مزيان. هانتوما شفتوا كيف ما قلت لكم انا راه كنديرها مطلوقه، كتجي خفيفه على هاد الشكل، كتشرب بالمعلقه. لحقاش انا كنوجدها في الليل كنديرها للعشاء وما نقولش لكم راه كتجي لذيذه بزاف. صافي كنقدموها اما في زليفه ولا في واحد الطبسيل اللي كيكون غارق على هاد الشكل. هانتوما شفتوا كيف ما قلت لكم ما كتجيش عاقده بزاف. بالنسبه للقوام ديالها نتوما كتحكموا فيه، بغيتو ديروها معاقده على هكا كتنقصوا الماء، بغيتو تجيكم فحال هكا كديروا الكميه ديال الماء اللي بغيتو، كنرشوها بواحد شويه ديال السودانيه ونديروا فوق منها واحد القطرات ديال الزيت لان كتبغي الزيت البلديه. وبالصحه والراحه.